صوت الصحافة، نبض الخبر. يدخل المنتخب المغربي نهائيات كأس العالم 2026 وسط تحد تاريخي جديد لتأكيد مكانته بين كبار اللعبة، مستندا إلى مشروع رياضي متكامل يجمع بين تطوير البنية التحتية واستقطاب المواهب لترجمة سنوات من العمل إلى إنجاز دولي جديد. وفي هذا السياق أفاد تقرير مطول لصحيفة سبورت الإسبانية أن المغرب أصبح نموذجاً عالمياً في إدارة ملف اللاعبين مزدوج الجنسية، حيث تعكس القائمة التي أعلنها المدرب محمد وهبي نجاح استراتيجية طويلة المدى اعتمدها الاتحاد المغربي لكرة القدم لجذب أبرز العناصر المؤهلة لتمثيل أسود الأطلس. وأوضحت الصحيفة أن 19 لاعباً من أصل 26 في القائمة الحالية ولدوا أو نشأوا في بيئات كروية أوروبية مختلفة، مستفيدين من لوائح الاتحاد الدولي التي تسمح لهم بذلك عبر الروابط العائلية، ليتحول هذا الملف من تحد إلى نقطة قوة حقيقية برزت مع نجوم مثل ياسين بونو وأشرف حكيمي وإبراهيم دياز. كما لم يقتصر هذا التوجه على الأسماء المعروفة، بل شمل خطف مواهب واعدة قبل حسم مستقبلها مع منتخبات كبرى، وعلى رأسها نجم نادي ليل الفرنسي أيوب بوعدي، لتكون فرنسا إلى جانب هولندا وبلجيكا خزانا رئيسيا رفد المنتخب بعناصر قوية مثل نصير مزراوي وسفيان أمرابط وبلال الخنوس. وربط التقرير الإسباني هذا النجاح بقدرة المغرب على بناء مشروع رياضي جاذب يمنح اللاعبين فرصة المنافسة على أعلى المستويات وتحقيق الطموحات الكبرى، مما أتاح له التفوق على منتخبات عريقة حاولت ضم تلك المواهب. واختتمت الصحيفة رؤيتها بالتأكيد على أن المغرب لا ينظر إلى محطة مونديال 2026 كحدث عابر، بل خطوة مفصلية ضمن رؤية طويلة الأمد لترسيخ قدم البلاد كقوة كروية عالمية دائمة، مع الاستمرار في جذب النجوم الشابة للمستقبل. صوت الصحافة، نبض الخبر.